بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة خديجة أهلي، رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية، ورئيسة شبكة جمعيات المرأة المغربية المتحدة، ورئيسة مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي، مركز للنساء ضحايا العنف، مركز الوساطة الأسرية، الإيواء مع التمكين الاقتصادي. أولا وقبل كل شيء نهنئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وكل المغاربة على هاد المفاجأة الكبيرة والهدية اللي عطاو المغاربة كاملين، ألا وهو استرجاع الصحراء المغربية. جمعية اتحاد المرأة المغربية أنها كتضم واحد المركز الخاص بالعنف ضد النساء، اللي أصلا أنه تأسس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعملنا واحد المجموعة ديال الشراكات مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذلك التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وكذلك مجموعة مع الشركات قصد التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف. مؤخرا أو جل الملفات اللي كتستقبل الجمعية بالمركز اللي كيعمل تحت لواء اتحاد المرأة المغربية، أننا دائما كيبقى الأطروحة اللي كنتسائلوا حنا الجروب دو طرافاي الذي كيعمل داخل الجمعية، أن نسبة الطلاق ما زالت مرتفعة، ما زالت أن المرأة لا تريد أن تتوجه إلى خلية الوساطة الأسرية، تصر على التطليق للشقاق رغم إلحاح الجمعية على بعض المستفيدات لسلك مسطرة الصلح. ومع ذلك أن الجمعية عندها واحد المجموعة ديال الأطر اللي خاصة بالوساطة الأسرية. أن الهدف ديال المركز العنف ضد النساء الذي يعمل تحت لواء الجمعية، الهدف ديالنا هو أننا نحافظوا على الأسر المغربية من التشتت. لهذا أننا الاجتهادات ديال الجمعية، أننا عملنا واحد الاجتهادات، هو أننا عيننا داخل الجمعية عون خاص أنه باش يوصل الاستدعاء للزوج لحل مشكل ودي بينه وبين زوجته، لأن الأسرة المغربية هي النواة الرئيسية اللي خصنا نحافظوا عليها. لذلك نقرر دائما أن نلتجئ قبل ما نوصلوا الملف في المحكمة، ضروري ومؤكد أننا خصنا نعملوا واحد الاستدعاء للزوج للحضور لحل مشكل وديا بينه وبين زوجته. وفي هذه الحالات أننا الجمعية أننا كنتوصلوا لحل وسط أكثر من 62% اللي كنوقعوا أو كتوقع الزوجة مع الزوج إشهاد بالصلح. أستاذة خديجة، بغيناك تشرحي للمشاهدين شنو هو السبب تاع عدد ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب؟ هناك أشكال عديدة: العامل الاقتصادي، العامل النفسي، العنف المبني على النوع، السكن مع الأهل. يعني هذه من يعني أساسيات في يعني خلق فجوة أو خلق شقاق بين المرأة والرجل. وحنا في إطار أو في صدد الاجتهادات اللي داخل الجمعية، أننا كنحاولوا أننا باش نستدعيو الزوج بعد الاستماع لمشكل الزوجة، أنه وكي كيحبد أنه باش أنه كيجي الجمعية، وكنحاولوا أننا باش نديروا حل وسط بين الزوجين، مع يعني المراعاة اللي المشكل يعني الأساسي اللي تخلق باش اللي خلى هذا الشقاق يكون بين الزوجين. والحمد لله كما قلت أننا كنتوصلوا بنسبة أكثر من 62%. عندنا واحد الأطور خاصة
اننا كتكون كتهتم بالوساطه الاسريه، باش حنا كنحاولوا اننا باش نحافظوا على الاسر المغربيه من التشتت. المنظمات الحكوميه والغير الحكوميه اننا خصنا نتحدوا ونخرجوا واحد المجموعه ديال البرامج، حملات تحسيسيه، تكوينيه، نخلقوا من هذه المراكز الاستماع اللي خصها انها تعمم على الصعيد الوطني باطورها. كاين الاطر، كاين وسيط اسري، كاين اخصائيه نفسيه، اخصائيه اجتماعيه، كاين عدل، كاين مفوضه قضائيه، محاميه، الناس صايرين على مراكز استماع، كما قلت منظمات حكوميه وغير حكوميه، اننا خصنا نديروا ايد في ايد باش اننا نحاولوا من التخفيف من حده العنف ضد النساء. وحنا في واحد كمركز، انا نتكلم على مركز التابع لجمعيه اتحاد المراه المغربيه، اننا خلقنا واحد المجموعه ديال الجهادات، منهم الوساطه الاسريه، استدعاء للزوج باش يحضر عندنا باش اننا نحلوا المشكل، باش نعالجوا داك المشكل اللي خلى ان الزوجه اللي خلى ان طلب الطلاق. ثانيا التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي ان المراه كان عندها دعم اقتصادي، اننا ما غتلتجئش لمراكز الاستماع وما غتلتجئش للمحاكم باش انا تطلب الطلاق. اننا درنا وقعنا واحد مجموعه ديال مع واحد مجموعه ديال الشركات، اننا عندنا واحد الملفات اللي احنا ضروري كنديروا تقييم. شغلنا واحد المجموعه ديال النساء ضحايا العنف في واحد المجموعه ديال اللي كتبغي تكمل الدراسه ديالها واللي كتبغي انها تحصل على واحد الدعم اقتصادي. شغلناهم. وكذلك المقبلين على الزواج، اننا عملنا لهم واحد تكوينات خاصه بانهم باش خصهم يعرفوا ما لهم وما عليهم، باش يكونوا هو اسره خاليه من العنف، اننا كتزيد بالقدام. يعني ما يمكنش ليها تشتت رغم الاكراهات. يعني خص هاد المقبلين على الزواج يكون عندهم واحد التكوين خاص. راه الجمعيه ديالنا انا بدات فهاد الصدد، وكنحيي من هذا المنبر الصاهرين على هذا المركز. الخليه عندنا واحد الخليه، خليه نحل، يعني خدامه على مدار 24 ساعه. كنخدموا من الاحد الى الاحد، والواتساب والفيس والمواقع التواصليه، يعني كنستقبلوا هاد النساء ضحايا العنف باش نخفوا من حده العنف ضد النساء. وكذلك اننا خاصنا نوقفوا مع المراه المعنفه من حتى لزايد باش تحصل على حقوقها كامله وشامله. بالنسبه للرجال كيجيو عندكم الرجال مهلفين؟ طبيعه الحال كاين العنف ضد الرجال، وحنا كجمعيه اتحاد المراه المغربيه اننا كما قلنا اننا خصنا نحافظوا على الاسر المغربيه من التشتت. هذا الزوج يعني هو نواه من الاسره، يعني حتى هو عنده حق انه نستمعوا ليه ونحلوا ليه المشكله ديالو باستدعاء الزوجه ديالو للحضور للمركز باش نحلوا جذريا داك المشكل اللي هو واقع فيه، باش اننا ما نوصلوش للملف المحاكم. نحاولوا اننا نحلوا المشكل وديا بدون اللجوء الى المحاكم. واش كاين راجل باقي كياكل العصا؟ طبيعه الحال راه كاينين شخصيات وازنه، اننا في حتى واحد ما خطا المشاكل. في اي اسره كاين المشكل، كاينه صراعات، كاينه اكراهات. يعني العنف راه يعني هذا العنف لا يقتصر على غير الضعفاء او الفئات الهشه، كاينه حتى الفئه الغنيه والاطر، يعني على مستوى عالي من التعليم انهم كيتعرضوا للعنف، لا سواء المراه ولا سواء الرجل. هي كما هذا المثل، كما المراه كتاكل عصا كما الراجل كياكل. حفاظا على سريه الملفات، انه هذا السيد مثقف كيبحث على يقدر يجي عند الجمعيه في اطار غرفه مقفله السريه التامه، يقدر يبوح بداك السر ديالو لينا حنا وما يبوحوش لاحد الاصدقاء ولا احد افراد العائله، لان من بعد كيتولي التعاير به. اما بالنسبه للجمعيه ان الملف كيتفتح هنا وكتقفل في الجمعيه وكيبقى تحت السريه التامه في اطار الكلاسمون ديال الملفات الخاصه
أو الملفات الوافدة على الجمعية المقبل على الزواج، أن دائما خصهم يتريتوا ويختاروا لا المرأة ولا الشابة ولا الشاب، يختاروا مع من سيوضعون أولادهم وعائلاتهم، يتريتوا. وحنا الباب ديالنا عندنا أطور أنها تحث أو أنها تؤطر هاد الشباب اللي كنحييهم، هاد الأطر من هذا المنبر، أنهم يد واحدة أننا باش يقدموا المساعدة في إطار التوجيه والإرشاد وكل ما يحتاجه هاد الشباب المساعدة في إطار أننا باش نبنيو أسرة خالية من العنف، أسرة متكاملة منسجمة، باش أننا نحافظوا على لأن الضحايا هم الأطفال. يعني أسرة منسجمة، يعني حتى الطفل داخل ديك الأسرة غادي يكون أصلا هو ملي غادي يكبر غيكون صالح في المجتمع. وباش نخليو الأسرة المغربية خالية من العنف خصنا نبداو من هذه النقطة، والتربية هي الأساس. يعني الأسرة خصها تربي داك الطفل، وداك الطفل خاصو يتربى في أسرة منسجمة وخالية من العنف. أكيد أننا هاد الأسرة ما غاداش تحتاج أن تمشي للمحكمة ولا ما تجيش حتى الجمعية، كاع ما تجيش حتى الجمعية. أننا خاصها تبقى دائما أسرة منسجمة خالية من العنف، وكتربي لنا أجيال اللي هما خاصهم يكونوا أجيال مغاربة، باش أن المغرب خاصو يزيد القدام ويكون من أحسن الدول العربية.